شايف الكلمة دي؟ شايف ازاي بتتحرك مع ايدي كأنها جزء منها؟ الحركة دي اسمها الموشن تراكنج، وهي بتنقل الفيديو بتاعك حتة تانية خالص. بإذن الله في الفيديو ده هعرفك ازاي تعملها وبأبسط طريقة ممكنة على افتر افكت. انا يوسف الشويل ودي قناة يوسف الشويل، واستعد عشان هتطلع من الفيديو ده محترف تراكنج. اول حاجة بعد ما هتضيف الفيديو بتاعك في افتر افكتس هتيجي هنا وتعمل كليك يمين نيو null object وسيبه، هنجيله بعدين. بعد كده هتيجي على الفيديو اللي هو انت هتعمل فيه التراكنج، تضغط عليه وتجيب قائمة التراكر. لو مش موجودة هنا هتطلع تجيبها من الويندو تراكر هتظهر لك. احنا هنا هنستخدم تراك موشن. بعد ما اخترت التراك موشن هيطلع لك التراك بوينت دي. هتدور على حتة في الحاجة اللي انت عايز تعملها تراكنج تكون واضحة وكونتراستد جدا. انا هنا بالنسبة لي هختار الساعة، هي اكتر حاجة كونتراستد عندي، وهاجي هنا وادوس Analyze Forward وبتتابعه عشان لو غلط تعدل عليه. انا هنا خدت البوينت من بعد اول فيديو بشوية، ففي حتت ورا لسه مش معمولها تراكنج، فهاجي عند اول كي فريم عندي تحت هنا. الكي فريمز دي لو مش ظاهرة هتدوس على الفيديو وتضغط يو، هيظهر لك كل الحاجات اللي فيها كي فريمز. هتروح تضغط على Analyze Backward وهو هيعمل تراكنج لورا، بس انا عندي هنا التراكنج هرب فهعدله. بعد ما تتاكد ان التراكنج بتاعك مظبوط وماشي مع الحاجه اللي انت عايز تعملها تراكنج بالظبط، هتيجي هنا وتدوس edit target وتتاكد انك مختار النول اوبجكت اللي احنا عملناه وتضغط اوكي ابلاي اكس اند واي. اوكي بس يا باشا دلوقتي انت عندك كل الاوبشنز. لو عايز تكتب كلمه او عايز تحط صوره، فانا هعمل الاتنين. هكتب كلمه الاول، هتكتب الكلمه عادي جدا وهتصغرها وتظبطها على مكان ما انت عايز تعمل تراكنج. بعد كده بقى التركية كلها في انك تيجي هنا وتربط الحاجة اللي انت عايز تخليها تراكد بالنل، وبس كده يا باشا. شغل الفيديو بتاعك من اول ما انت عملت تراكنج هتلاقي الحاجة لزقت في التراكنج اللي انت عامله. طب لو انا عايز احط صورة، هتضيف الصورة، جس وات، هنصغر الصورة ونحطها في مكان ما احنا عايزين نحطها ونربطها بالنل. اوه سحر. لحد هنا انت كده عرفت التراكنج يعني خلاص، بس عايزين بقى نحط شوية البهارات الحلوين. تنزل على التوجل سويتشز وتفعل ال 3D في الاتنين اوبجكت. هتحاول تخلي الصور والكلام يعني متفاعل شوية مع شكل الايد وكده يعني. انا حسيت ان شكل اللوجو هو تحت عشك. ممكن تحط افكتس في رايز وتعدل في الراديوس بتاعها بحيث ان هي تبان كأنها كورة كده. هضيف نفس الافكت برضو على الكلمة واعدل. يعني هي مفيش نسب محددة، انت بتعدل على حسب الشيء اللي معاك يعني، وهي موضوع بسيط. ممكن كمان نضيف ديب جلو، هي افكت مش موجودة جوه افتر افكتس بس سهل يعني انك تجيبها. هنقلل الراديوس شوية بتاع الكلمة وهنعدل برضو على الراديوس بتاع اللوجو على حسب ما عينك بقى تبقى مبسوطة يعني. من الاخر ما هيش قاعدة ثابتة. انا هشيل افكتس فرايز من على الكلمة عشان مش ظابطة وشكلها مش حلو. هروح بقى اعمل انيميشن ظهور اللوجو والتكست، لان احنا ايدينا بتطلع من بره الكادر، فالتراكنج بنبدأ نعمله من اول ما الشيء اللي احنا هنتابعه بيظهر، فقبل كده بيبقى مش موجود. فطبيعي ان الحاجة اللي احنا عايزين نظهرها هتبقى مش موجودة هي كمان. فهنظهرها ازاي بقى؟ طريقة بسيطة جدا. هتيجي عند الكلمة اللي انت عايز تظهرها وتدوس تي، هيفتح لك الاوباسيتي او الشفافية. تفتح كي فريم عند مكان ما انت عايز الحاجة تظهر وترجع قبله كي فريم او 2 وتخلي الاوباسيتي 0. نفس الكلام مع اللوجو، هتروح مكان ما هو عايز يظهر تحط كي فريم ترجع قبله فريم او 2 تخلي الاوباسيتي 0. ده معناه ان الحاجة ظهرت مع التراكنج. شايف الكلمة دي؟ شايف ازاي بتتحرك مع ايدي كأنها جزء منها؟ عيش بقى حياتك. ممكن انت تعدل وتحط فيجوالز مختلفة وتتشقلب في المكان، كل حاجة بايدك. الفكرة كلها في ان انا كنت بشرح التراكنج وقلت اقول لو هنضيف عليه حتة كده ولا حتتين. زي ما شفت الموشن تراكنج مش معقد، هو بس محتاج شوية ممارسة. وما تنساش لو استفدت ولو بمعلومة واحدة دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل اسرار المونتاج. وبس كده في نهاية الفيديو احب اقولك انك لو حاسس ان الخطوات صعبة ما تكسلش، لان اي مجهود بتعمله النهارده
هو استثمار في نفسك لبكرة. وخليك فاكر ان ربنا مش بيضيع تعب حد بيسعى وبيطور من نفسه. اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. في امان الله.